وواحدة صاحبتي قالت لي بطلي تعملي الفراخ بطريقتك القديمة، يعني ولا تسلقيها ولا تشويها. قلت لها امال هعملها ازاي؟ قالت لي يعني نية كده وحمريها. الصراحة ما توقعتش تطلع كده. العيال كلوا الصوص وسابوا الفراخ، يعني الصينية اللي قدامكم دي كده بالمكرونة اللي عليها اتاكلت في نص ساعة بألف هنا وشفا. ولا كمان صينية الجلاش اللي هنعملها بحشوة خطيرة. لا لا، دي مش جلاش، دي صينية فطير شرقي. يلا نسمي بالله، نصلي على رسول الله. وما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك وتشاركي الفيديو مع أصحابك. دلوقتي بقى معايا الفرخة بتاعتنا كده، وطبعا شايفينها منجهة نفسها وبتقول ايه، أنا بقيت أغلى حاجة دلوقتي محدش قد. مسكت الفرخة كده بقى قطعتها لقطع صغيرة عشان تستوي معايا بسرعة. الصراحة كان ناقص على أذان المغرب ساعتين وأنا بجري حوالين نفسي في المطبخ. لولا الأصناف الجميلة السهلة دي ما كناش فطرنا النهاردة. على طول كده الصدر كمان هاخده على قطعتين، ويفضل بقى لو تشيل الجلد. أنا الصراحة نسيت أشيل الجلد، يعني لاني كنت مستعجله قوي. وفي الكب على طول قطعت شويه بصل وكمان فلفل اخضر، فلفلايه خضره حاميه وفلفلايه خضره بارده، وابتديت كده افرمهم فرم ناعم. معايا بقى كده ذره حلوه، دي ذره مفرزه، انا كنت جايباها عرض كده من معرض اهل رمضان اللي كان موجود في ارض المعارض قبل رمضان، وكان سعرها رخيص خالص، تقريبا الاتنين دول كانوا عاملين 10 جنيه. والصراحه طعمها حلو قوي قوي، بحب اعملهم في اللحمه والفراخ كده، خاصه اللي بالبصل. وعملناها قبل كده مع اللحمه وتوابل الكيجن. وقطعت الذره الحلقات بالشكل ده، بس ايه تعبتني شويه لانها كانت لسه مثلجه. الذره هنا اضافتها اختياريه، مش شرط خالص اضافه الذره، تقدري تضيفي اي نوع خضار وتقدري ما تضيفيش خالص. كمان كان معايا كده شويه مشروم، المشروم برضو بيدي طعم رائع للصوص. والمشروم برضو هنا اختياري، يعني تقدري تعملي الفراخ والصوص بس بدون اضافه المشروم والذره. يلا بقى طاسه على النار واحط معلقتين حلوين كده من السمنه، وهنزل على طول بالفراخ نيه زي ما هي بعد ما صفيتها. طبعا اديتها شطفه بعد ما قطعتها وصفيتها كويس من الميه، وابتديت انزل بيها في السمنه بالشكل ده. رشه بقى من الفلفل الاسود كده عشان نشم ريحه حلوه واحنا بنحمر الفراخ. طبعا يفضل الطاسه بتاعتك تكون ما بتلزقش، وعشان انا مستخدمه للاسف طاسه جرانيت، مفروض كنت استخدم تيفال، فايه لزق الجلد مني في القعر، بس مفيش اي مشكله يعني، ولا هتاثر باي حاجه، بالعكس اداني كرمله حلوه قوي قوي وطعم رائع في الصوص. انا شلت الفراخ بعد ما شوحتها كده لغايه ما خدت لون ذهبي، نزلت بقى بالبصل والفلفل اللي انا فرماه في الكبه، وهبتدي بقى ادبلهم كويس كده مع بواقي الفراخ والسمنه اللي كانت موجوده في الطاسه. طبعا الخطوه دي مهمه قوي، شوحي البصل كويس، وبعدين بقى رديت الفراخ تاني وحطيت عليها على طول قطع الذره. الذره هتاخد نفس تسويه الفراخ لانها ذره مفرزه مش مسلوقه. نزلت كمان كده بكوبايتين ميه سخنه، وهبتدي بقى اطعم الصوص بتاعي بالتوابل. معلقتين من توابل الفراخ، حطيت معلقه كزبره ناشفه، معلقه من الحبهان البودر، توم بودر، بصل بودر، معلقه بابريكا، شويه فلفل اسود، كمان حطيت معلقتين صغيرين كده من الصويا صوص، يعني توابل الفراخ اللي بترتاحي لها وبتديها طعم جميل. بصي بقى الفراخ طبعا بالرغم انها ما كانتش متبله ولا محطوطه في تتبيله، بس بجد كانت طعمها تحفه في الصوص ده. كمان حطيت بقى الملح بتاعي حوالي 3 معالق صغيره، وهقلب بقى كده كويس، وهغطي عليها واسيبها تستوي هي والبصل والذره لغايه كده ايه ما يوصلوا 3/4 تسويه. في الوقت ده بقى هكون مجهزه صينيه الجلاش كده بسرعه. قطعت بقى شويه من الفلفل الاخضر، معايا قرن فلفل احمر. بصي والله حتى ما في وقت اطلع القطاعه اقطع عليها، انتوا عارفين الساعه اللي قبل الفطار دي بتبقى ضرب نار في المطبخ. والحشوه بقى بتاعت النهارده بقى تحفه، انسي بقى انك تحشي الجلاش بالفراخ او باللحمه المفرومه او اي حاجه، جربي حشوتنا دي لذيذه وخفيفه جدا. معايا بقى بسطرمه ومعايا جبنه موتزاريلا. تعالي بقى اوريكي وانا بحشي كده على طول. سيحت بقى كده قد نص كوبايه من السمنه، وجبت الجلاش، وطبعا الصينيه اللي عندي دي كبيره، خدت معايا لفه ونص من الجلاش. الجلاش طبعا اول ما صحيت من النوم طلعته اول حاجه من الفريزر، لان لما بفكه في الميكروويف بيمسك في بعضه. وابتديت ادهن قعر الصينيه سمنه، وطبقتين طبقتين هورق سمنه. بصي بقى ما بقتنعش بالجلاش الحادق غير اما اورق سمنه كده بين كل طبقتين، وطبعا مش كميه كبيره، يعني زي ما انت شايفه كده انا بدهن بطرف الفرشه بتاعتي طبقتين طبقتين كده. وعايزه اقول لك بقى اطعم صينيه جلاش هتعمليها والله خطيره خطيره خطيره. بس انا اتفاجئت من حاجه كده، انا اتصلت بزوجي قلت له هات لي معاك 8 كيلو بسطرمه عشان اعمل كده صينيه جلاش بسرعه نفطر بيها. يعني انا اتصدمت من السعر، مش عايزه اقول لكم بكام بقى. احنا عملنا طبعا البسطرمه الاقتصاديه في البيت، والله طعمها ينافس الجاهزه بالظبط، بس للاسف بقى ما عنديش وقت ولا كان عندي بسطرمه من اللي انا بعملها، فاشتريت بسطرمه الشارع. حطيت بقى كده على طول الفلفل الالوان،
وفوقه على طول قطع البسطرمه بعد ما فتفتها بالشكل ده. وكان عندي برضو صوابع من الجبنه الموتزاريلا طلعتها تسيح من الفريزر. الجبنه دي نوعها بونو، وعملت قبل كده ريفيو عنها وسبت لكم لينك صفحتهم، ما شاء الله عليهم جبنتهم ممتازه. تقريبا كده بتتباع في فتح الله ماركت وفي كارفور، يعني هي ماركه معروفه. حطيت صوابع الموتزاريلا وهبتدي ارص ورق الجلاش واورقه زي ما عملت من تحت. تقريبا كده انا خدت 8 ورقات فوق و8 تحت. واختيار بقى نوع الجبنه حاجه ترجع لك، تقدري تعمليها بجبنه فيتا، بس جبنه براميلي بالفلفل. عايزه اقول لك البراميلي بالفلفل مع البسطرمه بتبقى تحفه. تقدري بقى تحطي شيدر رومي وما تكتريش، يعني الجبن هي مش هتحتاج جبن كتيره في الحشو عشان ما تحدقش منك قوي، بس البسطرمه بتدي الحشوه طعم تحفه. ابتديت بقى كده الورقه الاخيره اقفل بيها السطح بالشكل ده، وهقطع طبعا الجلاش قبل ما ادخله الفرن. انا بحب ادخل الجلاش الفرن الاول ياخد معايا كده دهبي فاتح قبل ما ابتدي احط التشريبه بتاعته، ده بيخلي الجلاش مورق. دخلته طبعا الفرن على درجه حراره 200، وبجهز بقى التشريبه اللي بتكون عباره عن بيضه مع كوبايه من الحليب مع شويه ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. برده ما تكتريش الملح. عايزه اقول لك بس انا مستخدمه بيضتين لاني كان عندي بيض بلدي صغير، او تقدري تستخدمي بيضه واحده كبيره. وهبتدي بقى اطلع الجلاش من الفرن، شايفاه خد معايا لون ذهبي فاتح. سقيته بقى بالتشريبه مش كميه كبيره عشان انا عايزاه كده ايه في قرشه ويبقى ايه ناشف معايا شويه. حطيت بقى بقيه الفلفل فوق الوش ورشه بسيطه كده من الجبنه الموتزاريلا عشان تقلب معانا فطير شرقي. بجد انت ما بتاكليش جلاش، انت بتاكلي فطير مورق. يلا بقى نرجع للفراخ بتاعتنا بالذره بالصوص، وخلاص كده استووا وبقوا 100. نزلنا على طول بالمشروم اخر حاجه. طبعا المشروم مش هياخد وقت في السوى ولا هشوحه بره في معلقه سمنه ولا اي حاجه، زي ما هو كده هنزل بيه على الصوص. زودت بس كوبايه ميه وهغطي واسيبه 5 دقايق لغايه اما اعمل الصوص ده. انا هنا معايا كيس من صوص الديمجلاس البودر، دوبته في كوبايه من الحليب او كوبايه من الميه. الصوص ده بيتدوب على البارد، ما ينفعش ترشيه كده فوق الحاجه سخنه هيكلكع، لازم تدوبيه كده في ميه او لبن على جنب، وبعدين بتنزلي بيه في الاخر خالص بعد ما اللحمه او الفراخ بتوعك يستوي. يعني هو بيليق مع اللحمه بيليق مع الفراخ، بس اهم حاجه تكون كل حاجه مستويه، لانه ما ينفعش يقعد مده كبيره على النار لانه بيتقل الصوص جدا. الله الله على الجمال، ولا لو شمين الريحه. ومكتره انا بقى الصوص عشان ناكل معاه مكرونه كده ونعيش، يعني ولا مكرونه بالوايت صوص ولا مكرونه حمراء، مكرونه بصوص الفراخ خطيره. ولا بقى صينيه الفطير الشرقي دي اللي عملناها كده في ربع ساعه ولا اجدعها فطاطري. بصوا يا جماعه الجمال، دخلتها الفرن طبعا يا دوب تاخد لون ذهبي كده وتطلعيها على طول. ما شاء الله لا قوه الا بالله. تسلم ايدك والله يا بت يا مريانه، وتسلم ايدك انت كمان. الف الف هنا وشفا على كل اكله سواء بسيطه او عزومه كبيره بتعمليها. بجد ربنا يجازينا كل خير ويجعله في ميزان حسنات. بصوا بصوا الجمال، ايه ده ايه ده ايه ده، ولا اجدع فطاطر يا بت يا مريانه، ايه العسل ده. خطيره خطيره، وجربوها بالبسطرمه والطريقه اللي قلت لكم عليها، مفيش ابسط من كده. بصوا بقى الفراخ، الله على الذره ده. الذره ده بقى كان مسكر جدا جدا، ما ندمتش ان انا جبته. في حاجات كده بتنفع جدا في الفريزر، لو بتروحي مثلا هايبر او السوق خزني هتحتاجيها بدل حيرة كل يوم. وجبت بقى المكرونه المسلوقه كده، اللهم بارك. عارفه الصينيه دي ما تبقاش منها تنتوفه بفضل الله، بالف هنا وشفا. عايزه اقول لك والدتي كانت بتفطر معايا اليوم ده وانا داخله عليها بالصينيه كده، قالت ام ريانه طالبه لنا اوردر من بره، دي اكله مطاعم يعني. اللهم بارك، كانت عاجباهم كلهم. بالف الف هنا وشفا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وتسلم ايدك يا ست الكل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حبايب قلبي، اتمنى تكون الوصفه عجبتك. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتشجعيني باجمل لايك، كمان تعملي متابعه لصفحه الفيسبوك. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، تعليقاتكم الايجابيه بتشجعني كتير. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.